وحشتوني قوي. اللي اول مره يشوفني انا رغدان. بنكرر وصفات الاكل اللي عارفينها كل شويه وزهقنا، وعايزين وصفه جديده وخطيره واقتصاديه من غير لحمه ولا فراخ، وفي نفس الوقت تعجبنا قوي قوي. انا لما عملت الوصفه دي مع نفسي كده وركبت المكونات الخطيره دي مع بعض، بما اني بموت في المكرونه وطلعت حلوه قوي قوي، قلت لازم اقول لكم انا عملتها ازاي. بس قبل ما اقول لكم انا عملتها ازاي، يا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. اول حاجة انا استخدمت 2 بتنجان رومي وسط كده، وبعدين هشيل القشرة، بس بسيب كده اجزاء من القشرة كده بالطول عشان بس تدي شكل. وبعدين هقطع البتنجان مربعات، وهخلي المربعات دي تبقى كبيرة شوية، يعني مش صغننه قوي عشان انا هشويها او هقليها في الفرن، فعشان ما تنشفش. يعني بصوا المربعايه كبيره كده شويه. بعد كده حطيتها في صينيه وحطيت عليها كام معلقه زيت وملح وقلبتها، وهدخلها بقى الفرن. حطيتها من تحت ولعت من فوق وتحت كده، وممكن تحتاج تقليبه. بعدين بقى في حله سلقت المكرونه. انا لما باجي اسلقها مش بحط عليها ملح ولا زيت، بسلقها عادي، وبعدين لما بتتصفى بنقلها تاني في الحلة وبحط عليها معلقة زيت كده عشان ما تمسكش في بعض. في اي طاسة بقى تانية حطيت معلقة سمنة واحدة، مش هزود عشان بما ان احنا حاطين زيت في البتنجان ومعلقة زيت على المكرونة. وبعدين بقى قطعت 3 فصوص توم كبار ترنشات كده رفيعة، وقرن فلفل حامي، وبعدين هحط ملح ومكعب مرقة خضار، وهقلب كده تقليبة، وهسيبهم كده يصفروا بسيط. وبعد كده هحط كزبرة ناشفة. مقادير بقى يعني المقدار في كل التوابل اللي انا حاططها مش هقول لكم معلقه نص، انتوا براحتكم عشان انا مش عارفه انتوا هتعملوا كميات ايه. بعد كده بقى حطيت فلفل الوان، وبرده هديله تقليبه كده، وهفضل اقلب كده فيه دقيقه واحده. وبعدين حطيت 7 بهارات وفلفل اسود وكمون، وحطيت بودرة بصل. بودرة بصل ما زودتش فيها قوي. هديهم بقى كده تقليبة. وبعدين هحط طماطم متشال منها القشر بتاعها متقطعة مربعات صغننة قوي، 3 طماطميات كبار. وحطيت معلقة ونص بس من معجون الطماطم، ومعلقتين او 3 صويا صوص. لو صويا صوص من النوع اللي هو التقيل فطبعا نقلل عن كده، انا اللي مستخدماه ده خفيف. بعدين بقى لو في جوز الطيب كده ممكن نحط شويه، بتدي طعم وتيست حلو قوي. حطيت نص معلقه سكر عشان تعادل كده الاسيديتي بتاعه الطماطم. حطيت بابريكا كمان، وحطيت كاتشب معلقه ومعلقتين بس، كاتشب مش كتير. وقلبت وهسيبه بقى دقيقتين بس. انا مش بحب يا جماعه الصلصه تتسبك، انا مش من النوع اللي بحب التسبيك قوي، فطبعا براحتكم. انا سبتها بس دقيقتين بس تغلي. البتنجان بقى خلاص كان في الفرن كده خد لون وطري طبعا كده، يعني استوى، بس مش هسيبه طبعا يتحرق. هحطه بقى على المكونات اللي احنا حطيناها على بعض دي، وهقلبها بقى بس بالراحه عشان ما يتهريش. ويا دوبك بس كده يبتدي يغلي، خلاص هشيله من على النار وكده استوى وخلاص. المكرونه بقى بعد ما صفيتها رجعتها في الحله، وزي ما قلت لكم حطيت لها معلقتين زيت او معلقه زيت بس عشان تبقى مفرفطه من بعضها كده. حطيت المكرونه وحطيت عليها البتنجان بالطماطم بالفلفل الالوان. بجد يا جماعه انا مش قادره اقول لكم هي خطيره قد ايه. يعني انا مش هقول لكم برضو زي كل مره يا ريت تجربوها، انا هقول لكم لازم 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 تجربوها عشان انا متاكده ان هي تعجبكم جدا جدا جدا. المكونات بجد مع بعض خطيره، البتنجان مع المكرونه مع كل الحاجات اللي احنا حاطينها كده مع بعض هتعجبكم جدا. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو ما اشتركتوش في القناه. بحبكم قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.